بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني، لدي علاج لمرضى السكر، أسأل الله أن ينفع به جميع مرضى المسلمين. والعلاج تم تجربته على أكثر من 5 أشخاص، ولله الحمد استفادوا بنسبة تتراوح من 90 إلى 100%، والحمد لله. العلاج بسيط جدا جدا، ولا أطلب منكم إلا الدعاء لي فقط، وأسأل الله أن ينفع به جميع مرضى المسلمين. علاج السكر هذا هو الماء الساخن أو الماء الحار. نعم، الماء الساخن. طريقة استخدامه: تأخذ مقدار 2 على الريق، 2 على الريق، أقلها كأس. بعد ما تأخذ الكأس تنتظر ساعة على الأقل، بعدها تفطر أو تشرب قهوة أو شاي. بعد الفطور، إذا كان الفطور دسم، ممكن تشرب كأس آخر بعد الفطور بساعة ونص إلى 2 ساعة. لكن غالبا الغداء هو الذي يكون دسم، فبعد الغداء بساعة ونص إلى 2 ساعة ضروري جدا شرب كأس 1 إلى 2 لمن لديه السكر مرتفع جدا. يفضل قبل النوم أخذ كأس 1، وستلاحظون الفرق خلال يومين بإذن الله تعالى. أكرر: كأس على الريق، يعني بعد ما تغليه بالغلاية تصب في هذا الكأس وتضعه في مكان دافئ، يعني مو عند مكيف، وتحسب له تقريبا 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة تشرب الماء هذا، بحيث يكون درجة حرارته قريبة من الشاهي أو أقل قليلا. لا يضاف إليها سكر ولا عسل ولا أي شيء، لازم يكون الماء صافي مرة. الفائدة من غلي الماء أنه يدخله الهيدروجين، إذا دخل الهيدروجين يستفيد الجسم. وكذلك أن نسبة الماء في دم الإنسان تتراوح تقريبا إلى 90% من دم الإنسان. لذلك إذا نقص الماء من الدم تعرض الإنسان للسكر وللكوليسترول. أعيد مرة أخرى: كأس على الريق، كأس